سر سيف الأطلس. في أعماق جبال الأطلس الشامخة، حيث تلامس السحب قمم الجبال وتصدح الرياح بألحان الزمن القديم، كانت هناك قرية أمازيغية تدعى تازارين. اشتهرت القرية بتراثها الغني وحكاياتها الغامضة التي تروى حول النيران في ليالي الشتاء الباردة. وأبرز هذه الحكايات كانت قصة سيف الأطلس، سيف أسطوري قيل إنه يختزن قوة تحرر المظلومين وتكسر قيود الطغاة. لكن هذه القوة لم تكن متاحة لأي أحد. السيف مخبأ في كهف إيغودان المحاط بالضباب الدائم والألغاز التي لم يجرؤ أحد على فكها منذ مئات السنين. وكان يقال إن من يرغب في الحصول عليه يجب أن يثبت نقاء قلبه وشجاعة روحه وحكمته الفريدة. بداية الحلم والمغامرة. في إحدى الليالي الحالكة، جلس أيرام، شاب ذو ملامح حادة ونظرات مفعمة بالتحدي، يستمع إلى جدته وهي تروي حكاية السيف. وبينما كانت كلماتها تسري في أذنيه كالموسيقى، شعر بوهج داخلي يدفعه لاتخاذ قرار جريء. وقف فجأة وقال بصوت عال: سأكون أنا من يعثر على السيف ويحمي القرية من الغزاة. كان الغزاة يهدون تازارين منذ أشهر، يعيثون فسادا في الحقول ويسرقون خيراتها. ومع تزايد الخطر، شعر أيرام أن الأسطورة ليست مجرد قصة بل نداء من الأجداد. اختبار الشجاعة. في فجر اليوم التالي، توجه أيرام إلى وادي الغموض، حيث يقال إن الذئب العملاق يحرس الطريق إلى الكهف الأول. كان الوادي موحشا، وأصوات الطبيعة فيه تثير القشعريرة. حين اقترب، رأى الذئب، عيناه تلمعان كجمرتين في الظلام، وزئيره يهز الأرض تحت قدميه. شعر أيرام بالخوف يتسلل إلى قلبه، لكنه تذكر كلمات جدته: الشجاعة ليست غياب الخوف، بل مواجهته. استجمع قوته، وبدلا من أن يهاجم الذئب، جلس على الأرض وبدأ يغني أغنية أمازيغية قديمة تعلمها من والدته. توقف الذئب عن الزئير، وكأن الموسيقى هدأت غضبه. وضع أيرام قطعة خبز تافرنوت أمامه، وعندما أكلها الذئب، انسحب بهدوء، مفسحا له الطريق. اختبار الحكمة. دخل أيرام الكهف الثاني، وكان مظلما تماما. فجأة، أضاءت نقوش أمازيغية قديمة على الجدران، وظهرت أمامه جملة تقول: ما هو الشيء الذي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل ولا يمكن الإمساك به؟ وقف متأملا، وشعر بضغط غريب كأن الجدران تضيق عليه. بدأ عقله يعمل بسرعة، تذكر حديث جده عن أهمية الزمن في حياة الإنسان. ابتسم وقال بصوت واثق: الزمن. على الفور، اهتز الكهف، وفتح باب سري يقود إلى المرحلة الأخيرة. اختبار النقاء. في الكهف الأخير، وجد أيرام مرآة عجيبة متوهجة. عندما نظر إليها، لم يرى انعكاسه المعتاد، بل شاهد ذكريات مؤلمة وأخطاء ارتكبها في الماضي. رأى لحظات غضب لم يكن فيها عادلا، ورأى كيف تسبب في جرح مشاعر صديق له ذات مرة. ركع أيرام أمام المرآة والدموع تنهمر على وجهه. قال بصوت خافت لكنه مفعم بالصدق: أنا لست كاملا، لكنني أتعهد أن أكون أفضل. سأحمل هذا السيف ليس من أجل المجد، بل من أجل الحق. فجأة، اختفت الصور، وظهرت أمامه منصة تتوسطها السيف الأسطوري. أمسك أيرام بالسيف، وشعر بقوة دافئة تسري في جسده، وكأنها تمنحه طاقة الأجداد وحكمتهم. النهاية المشوقة. عاد أيرام إلى القرية، والسيف يتألق على ظهره.
حشد أهل تازرين، وقادهم في معركة ملحمية ضد الغزاة. كانت قوته وحكمته ملهمتين للجميع، وتمكنوا من دحر الأعداء واستعادة السلام. تحولت قصة أيرام وسيف الأطلس إلى أسطورة جديدة تروى حول نيران القرى، لتذكر الجميع بأن الشجاعة والحكمة والنقاء هي الأسلحة الحقيقية التي تهزم الظلام. النهاية. ادعمنا لنواصل الرحلة بالمشاركة والإعجاب.